السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هتكلم عن الألوان، بمعنى ازاي نختار اللون المناسب للتصميم اللي احنا شغالين عليه. وعندنا هنا عجلة الألوان اللي هنقدر نفهم من خلالها ازاي نختار اللون المناسب أو أكتر من لون مع بعض. وعلشان نعرف الألوان اللي تنفع مع بعض، في عندنا أكتر من طريقة إن احنا نختار بيها الألوان. وليكن مثلا أول طريقة إن احنا نختار الألوان الأساسية اللي هما الأحمر والأصفر والأزرق. التصميم طالما متكون من أكتر من لون، لازم يكون في نسبة لكل لون في الصورة، وليكن مثلا بنسبة 60 ل40 ل20. بمعنى إيه؟ مثلا إحنا عندنا هنا السما لونها أزرق والبحر لونه أزرق، اللي هو واخد الجزء ده من عجلة الألوان، فهيكون واخد نسبة أو مساحة من الصورة. واللون الأصفر واخد نسبة أقل شوية، ومنها الأقل واخد نسبة الأحمر. ومش شرط تكون إنها نسب متساوية، ممكن تكون نسب مختلفة بس على حسب التصميم والفكرة اللي إحنا محتاجين نطلعها. لو هناخد مثال تاني على كده، وليكن إن هما يكون ألوان متقاربة زي كده، الأصفر ونظائره، اللي هو الأصفر والأغمق منه لحد البرتقالي، هنلاحظ إن الصورة غالب عليها اللون الأصفر والبرتقالي. وده بنستخدمه لما نكون عايزين نوصل شعور معين أكتر من إن هو مجرد تصميم أو صورة كويسة. بمعنى إن كل لون ليه تأثير، أو بيوحي بشعور معين أو بيوصل شعور معين للي بيشوفه. وعندنا بالنسبة للمثال التالت إن هما يكون 3 ألوان برضه الرئيسية بس النظائر بتاعتهم، يعني بيكون لون أغمق شوية أو أفتح شوية. ولو حاطين هنا 3 ألوان اللي هما الأخضر والبنفسجي والبرتقالي، برضه هنلاحظ إن الصورة بتدي شكل كويس وفي نفس الوقت معنى مختلف، وهنقدر نعرف المعنى بعدين. وعندنا المثال الرابع إن إحنا نختار لونين عكس بعض في عجلة الألوان، وليكن مثلا إحنا مختارين هنا البنفسجي والأخضر بالنظائر بتاعتهم اللي هما الدرجة الأفتح شوية. هنلاحظ برضو إن الصورة غير إنها كويسة أو حلوة، هي مدية راحة للعين، إن أنت مش متضايق وأنت باصص للصورة أو حاسس إن في ألوان أو حاجة غلط في الصورة. بالنسبة للمثال اللي بعد كده، إن إحنا بنختار 4 ألوان على شكل مربع على عجلة الألوان، زي ما هو واضح بالشكل ده. مهما كان المربع في أنهي اتجاه، هيكون بعديه ب3 ألوان. يعني مثلا اللون ده هنختار بعديه ب3 ألوان اللون اللي بعديه، وهكذا. ولو هنلاحظ في الصورة دي إن كل لون واخد حقه في الصورة، بمعنى إن كل الألوان متساوية في النسبة، مفيش نسبة أعلى من التانية. وبالنسبة لآخر مثال، بيكونوا عبارة عن لونين قريبين واللون التالت في اتجاه المعاكس في عجلة الألوان. وطبعا كل ده احنا بنختاره سواء بالألوان الأساسية أو بإن احنا نعدل في درجة أو حدة اللون، اللي هو سواء غامق أو فاتح أو النظائر بتاعته. وعلشان تقدر تفهم الألوان أكتر، تقدر تبحث عن نظرية الألوان وتأثير كل لون. وليكن مثلا هنا الكالر سايكولوجي بيوضح لك تأثير كل لون على اللي بيشوفه. وليكن مثلا اللون الأحمر بيدل على التحدي، بيدل على الطاقة، بيدل على القوة، بيحسسك بالنشاط والإثارة عامة. عكسه اللون الأخضر، ده لون هادي، بيدل على الراحة، بيدل على الصحة. زيه برضه في الفكرة اللون الأزرق، وليكن مثلا الأزرق بيستخدم في أغلب حاجات ليها علاقة بالتنظيف. الأخضر بيستخدم في الحاجات الصحية أو الحاجات اللي ليها علاقة بالطبيعة. وليكن عندنا مثلا الأسود بيستخدم في الحاجات الكلاسيك والحاجات اللي بتدل على الفخامة، أو اللي بتهم طبقة معينة من الناس اللي بيحب الاختلاف وإن هم يكونوا مميزين وسط الناس. فهو كل لون بيدل على حاجة أو بيوحي للي بيشوفه بحاجة معينة. عشان كده احنا لازم نختار اللون المناسب للتصميم اللي احنا بنعمله، وعلى حسب احنا محتاجين نستهدف أنهي فئة، ونحاول نوصل لهم إيه من خلال التصميم ده، مش بمجرد الشكل أو الفكرة، لأ كمان باللون.